النهارده هنتكلم في حلقتنا عن الشيطان يلد ام يبيض. بس قبل ما نتكلم عنه يا ريت تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس وتعمل شير عشان يجيلك كل جديد وتدعمني في حلقاتي. ويلا بينا نبدا الحلقه. كلنا في اوقات كتيره بنفكر في حياه الشيطان، هي حياته عامله ازاي وهو ازاي بتيجي ذريته. وتعالوا نشوف كمان ايه اللي بتقوله كتب التراث في الموضوع ده. احنا عارفين ومتاكدين ان للشيطان ذريه، في نصوص كتيره في القران الكريم اثبتت ده. واستدل بعض العلماء في قوله تعالى في ازواج اهل الجنه في سوره الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم: لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان. صدق الله العظيم. والطمس في لغه العرب هي الجماع. وذكر السفاريني وقال ان الجن بيتولدون زي ما بيتولد بني ادم، بس هم بيبقوا اكتر عددا، حتى لو كان الحديث ده صحيح ام غير صحيح. ولكن الايه صريحه ان الجن يتاتى منه الطمس، كما تقول سوره الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم: افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو. صدق الله العظيم. وقال قتاده ان اولاد الشيطان يتكاثرون كما يتكاثر بني ادم وهم اكثر عددا، في كتاب اساطير مقدسه لوليد فكري، وبيقول فيها القصص والحكايات الغريبة اللي بتتعلق بوجود الشيطان في الأرض. فيقول: وقال إن الشيطان لما أول ما نزل للأرض حاول يختلط بالجن اللي هم اطردوا في الجزر والخراب والجبال، فساعتها نفر من هيئته الجديدة، وساعتها هو تعاقب بتبديل هيئته لهيئة بشعة، وكلهم رفضوه إلا بعضهم من العصاة، فساعتها أصبحوا من جنود، وساعتها انضموا إلى زمرة الشياطين. ويصف كتاب عرائس المجالس للثعالبي هبوط إبليس وبيسميه الحارس، وكنيته بأبو مرة. وساعتها الكتاب بيقول أن الله ألقى ساعتها على إبليس شهوة مزدوجة، شهوة كل من النساء والرجال، وأن هو جعل ليه فرجا في أحد فخذيه وعضوا ذكريا في الآخر، فنكح نفسه، فساعتها باض بيضات خرج منها نسلا. وقيل كمان ان ربنا القى عليه الغضب فطارت شظله نار منه، فساعتها خلق منها هو وزوجته. واتقال كمان ان هو اتجوز الحيه اللي ساعدته في دخول الجنه. وبتقول الكتب ان نسله مش من الشياطين بس، ان منهم المسوخ والغيلان اللي بتقف للانسان في الخلاء وبتاخده بتستدرجه فبتعبث فيه وبتقتله أو تصيبه بالجنون. ويذكر القزويني بعض الشياطين في كتابه عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، فمنها الغول، وهو على حد وصفه الشيطان إذا حاول استراق السمع من السماء فبيصيبه شهاب فنزل للأرض، ساعتها هو بيتحول لغول. ومنها الثعلاء، وهي لو ظهرت للإنسان في الخلاء بتلعب بالإنسان ده أكن الإنسان بيلعب بالقطة. ومنها كمان الدلهاب، وبيقول إن هو راكب على نعامة وبيلعب في المسافرين وبيخطفهم، والله أعلى وأعلم. ومنهم شياطين كل شيطان منهم موكل بمهمة، في واحد مختص بسفك الدماء، والتاني بالنواح وضرب الوجوه عند المصائب، والتالت للمعازف ومجالس الخمر، والرابع للأسواق والتشاجر فيها، وخامس وسوسة للأنبياء، وهكذا. وكل اللي احنا قلناهم دول بيحميهم إبليس فوق عرش الماء. وبيقول كتاب الأساطير المقدسة: هذه الرواية عن الشيطان يبدو فيها التأثر بمزيج من الخرافات الشعبية القديمة وقصة توراتية للشيطان. مثلا الخرافات الشعبية اللي منها نسب الغول لإبليس. الغول أساسا كائن أسطوري، كان العرب قبل الإسلام بيعتقدوا إن هو موجود، وساعتها كانوا بينقلوا أخبار إن هم لقوه في الطريق وحاربوه وقتلوه كمان، وعلى غراره بقية المسوخ المذكورة. وده اللي بنلاقي ليها نماذج مشابهة في ثقافات عدة، زي ما بيقولوا عرايس البحر اللي هي بتدل البحارة. وذكرت الموسوعة الشاملة لفتاوى دار الإفتاء المصرية بعنوان ذرية إبليس، وكان المفتي فيها الشيخ عطية صقر في مايو 1797. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. صدق الله العظيم. بتفيد الآية الكريمة دي أن الإبليس لها ذرية، بس السؤال كيف أتت هذه الذرية؟ على الرغم أن معرفة السؤال ده مش مهمة، بس العلماء شغلوا نفسهم بيها، نقروا من أقوال كتير اتقالت وحاولوا يستنبطوا من أقوال تانية. وذكر القرطبي حديثا في ذلك، قال إنه صحيح وهو: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فبها بعض الشياطين. وذكره الحميدي في الجمع بين الصحاحين عن الإمام أبي بكر البقلاني اللي خرجه في كتابه عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث ده بيدل على أن الشياطين ذرية من صلبه، كما قال القرطبي وهو موافق لما جاء في الآية الكريمة: إن عبارة باض الشيطان وفرغ ده مش كلام قاطع إن الذرية اللي جت من الشيطان جت عن طريق البيض، على أساس إن الشيطان وضع للبيض وبيطلع منه الشيطان زي ما بيطلع الطيور
من البيض. كتير بيقولوا ان ذريه ابليس بتبقى موجوده كتير جدا في الاسواق عشان تزود الفساد. بيقول الكشيري ابو نصر: وان الجمله ان الله تعالى اخبر ان الابليس اتباع وذريه، وان هم بيوسوسوا البني ادم وهم اعدائهم. ما اثبتش عندنا كيفيه ان الشياطين بيتولد منهم وان في حدوث ذريه عند ابليس، فبتوقف الامر في الموضوع ده على نقل صحيح انتهى، وهذا هو الكلام الصحيح. يقول الشعبي: سالني رجل فقال: هل لابليس زوجه؟ يقول الشعبي: سألوا رجل فقال: هل لإبليس زوجة؟ قال إن ذلك عرس لم يشهده. ثم ذكر قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: أفتتخذونه وذريته أولياء. صدق الله العظيم. وهو كده قال إنه عرف من الآية دي إن مفيش ذرية من غير زوجة. موضوع زوجة إبليس ده إحنا هنعمل له حلقة لوحدها وهنعرف هل لإبليس زوجة أو لا. وبيقول القرطبي عن مجاهد أن إبليس أدخل فرجه في فرج نفسه فباض ساعتها 5 بيضات. وقيل أن الله تعالى خلق له في فخذ اليمنى ذكرا وفي اليسرى فرجا، فهو ساعتها يلقح هذا بهذا، فبيخرج له كل يوم 10 بيضات، بيخرج من كل بيضة 70 شيطان، وبيخرج وهو بيطير. كل الكلام ده جه في بعض الكتب وغيره. بس في الآخر عايزين نوصل نقول إن الله أعلى وأعلم بكل اللي اتقال ده. هل الشيطان يلد أم يبيض؟ في كلام كتير قال إن هو بيولد وعنده في رجله اليمين عضو وعنده في رجله الشمال فرج، فبيلحق نفسه وبينزل منه بيض، وفي ناس بتقول ان هو بيولد. فالله اعلى واعلم. كل اللي احنا عايزينه وعارفينه ومتاكدين ان ربنا ذكر الشيطان والشيطان موجود. فانت لو اول مره بتشوفني يا ريت تعمل سبسكرايب وتعمل شير وتفعل الجرس، وانتظروني في الحديث.